لو دور صغير جدا مشهدين انا هشتغل فيه. يعني انا لما كانوا بيقولوا لي قلت لهم انا لو دور مشهدين هشتغل. كفايه ان انا اسمي اشتغلت مع يعني الكينج محمد منير، ولما اتعاملت معاه وشفته انسان متواضع محترم جدا، كانه لسه بيشتغل لاول مره، مش محمد منير خالص، زيه زينا، بيتعامل بتواضع جدا، لطيف. انا عايز اتعلم منكم. فظيع. يعني انا بجد مش هقدر مهما قلت مش هعرف اقول يعني الشخصيه بتاعته عامله ازاي. بجد انسان كينج فعلا يعني. انت قلتي من شويه بذاكر الشخصيه وبحب اجيب لها خلفيه مختلفه، حاجه مختلفه. لان انا دارسه بس انا مش دارسه تمثيل. يعني انا اقول حاجه، انا خريجه دراما، انا فنون مسرحيه، معايا فنون مسرحيه بس خريجه دراما. فانا دراستي درست كل حاجه، تمثيل اخراج كله بس نظري. بس دراما وصحافه، يعني كنت ممكن ابقى زميله ليكوا يعني. فبناخد درس الشخصيه بالتفاصيل عشان نقدر نحكم على الممثل واداء الممثل. فعندنا يعني في حاجات ابعاد شخصيه وحاجات دي بندرسها. فانا دي فادتني شويه حاولت اطبقها يعني في الفتره الاخيره على اي دور بيجي لي. الدراسه ساعدتك؟ ساعدتني اكيد في المعهد. استفدت ان انا يبقى لازم كل شخصيه حتى لو مش مكتوبه على الورق ان هي ليها خلفيه ايه حياتها قبل كده، لازم اعمل لها حياه قبل كده. طبعا بتناقش مع المؤلف، واستاذ حسام موسى بصراحه ساعدني كتير جدا. يعني اول ما ترشحت للدور كلمته، قعد يقول لي تفاصيل حاجات هو حاببها، لان انا دايما بحب اشوف وجهه نظر المؤلف، لان هو اللي شاف الشخصيه اكتر مني. يعني انا ممكن اعمل حاجه ما تكونش هي اللي في دماغ المؤلف، فالمؤلف هو الفكره دي بنته او ابنه، فطبيعي ان هو يحب يشوفها بتكبر قدامه بالشكل اللي هو عايزه. فانا بحب ارجع للمخرج والمؤلف قبل ما اعمل اي حاجه. يعني ده اساس يعني. المغني برضه، يعني انا عايز اقول لك هو اتعرف اصلا اول تجربه تمثيل الكينج. هو عمل حاجات قبل كده سينما طبعا ناجحه، يعني ناجحه كتير. كفايه انا في فيلم بعشقه مع مدام فاتن حمامه، يوم حلو يوم مر. يعني الفيلم ده بعشقه، كان عامل فيه دور حلو، كان اول مره يمثل تقريبا يعني. بس يعني بالنسبه للمغني برضه انا عايز ادخل في قصه الحصر. انت عملت حصر قبل كده، يعني انا كنت انبهرت بصراحه بدورك في ذهاب وعوده. انا كنت لسه اقول لك ذهاب وعوده. يعني كان دور مختلف برضه يعني. لا انا انبهرت اصلا بالدور، عجبني جدا. ولو تفتكر انا كتبت على صفحتي وكتبت اكيد طبعا عن الادوار اللي مثلتها ليلى حسين وندى عادل كان مسلسل مختلف ومع النجم احمد السقا، وانا كنت المفروض ابقى معاهم في خطوط حمراء، وكان للاسف وفاه ماما ساعتها فما قدرتش اروح. فكنت زعلانه، وكان نفسي اشتغل مع استاذ احمد شفيق واستاذ احمد السقا. فاول ما جالي الدور، رغم ان هو ما كانش كبير، بس هو المسلسل كان ليه طبيعه ان كل كام حلقه في بلد شكل او محافظه شكل. فكنت حابه اشتغل في العمل، والحمد لله يعني رجعت بشكل حلو يعني. الحصر بقى، الحصر بالنسبه للفنان بيتظلم. لا بيتظلم بشكل عام. يعني بص السقا ما اتظلمش، يعني لما اتعرض حتى على الام بي سي انا شايف ما اتظلمش. بص، لان الام بي سي يعني دلوقتي اكتر يعتبر محطه متشافه في الوطن العربي يعني. فعشان بتعرض كذا حاجه، بتعرض مسلسلات كتير والناس بتحب يعني تفضل على نفس القناه، ما بتقلبش بقى، وفي ناس بيحبوا كده. فالام بي سي مشافها كويس، فاي حاجه بتعرض على الام بي سي انا شايفاها ان هي بتنجح. يعني انا ليا مسلسل ان شاء الله نازل احتمال على اخر السنه او في الفتره دي يعني. كنت مصوراه من سنه بس لسه ما اتعرضش. ان شاء الله هيتعرض على الام بي سي. الاستاذ بلبل وحرمه، بطوله الاستاذ فتحي عبد الوهاب ورانيا فريد شوقي ومجموعه كبيره. ويعتبر دي اول بطوله ليا. احنا طالعه اخت رانيا ومعانا مجموعه بنات، ايمي طلعت زكريا، هبه عبد الغني. لايت كوميدي مع استاذ فتحي عبد الوهاب ومدام رانيا. هم عملوا قبل كده مع استاذ رائد لبيب حاجات كوميدي كانت ناجحه. فيا رب المسلسل ده يبقى نفس المستوى بتاع الحاجات اللي فاتت يعني.